السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة فرح شانل. وصفة اليوم جبت لكم من المطاعم الكبرى في إسبانيا، بطاطس الرييرة. وصفة خطيرة، ذقتها وعجبتني وجربتها عدة مرات وبديت كنديرها بالطريقة ديالي وعجبتني بزاف. قلت علاش لي ما تقسماش معكم. بقاو معايا ندوزو نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. اول حاجه غادي نحضروا هي صلصه الاليولي. صلصه الاليولي غادي نحتاج ليها واحد النص ديال فص الثوم، تقدروا ديروا غير ربع. وغادي نحتاج ندير انا اليوم هاد الصلصه غنديرها بالحليب، كيف ما تقدروا ديروها بالبيض. انا عوضت البيض بالحليب. عندي هنايا نص كاس ديال الحليب، وغادي نضيف ليه شويه ديال الملح ونطحن هاد المكونات. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص بهاد صلصه الاليولي باش يبقى واضح. فيما بغيتوها تمشيو ليها تلقاوها. غادي نحتاج الزيت، انا هنا خدمت بزيت الزيتون، تقدروا تخدموا بالزيت العاديه. غادي ندير الزيت دفوعات، والميكسور غنخليه في القاع ديال الاناء اللي كنطحن فيه، غنخليه تحت، ما غاديش نهزو. انا كنطحن ولكن الميكسور في القاع. غنبقى نضيف الزيت تدريجي وانا كنطحن حتى يبان ليا الخليط بدا كيتقل شويه، عاد كنبدا نهز الميكسور تدريجيا باش يدخل ليا الزيت اللي بقى الفوق، وكنبقى نطحن حتى تتماسك الصلصه. انا غنعطيكم القياس. لا درتوها بالبيض غتحتاجوا البيض والزيت كانكم تتصايبوا المايونيز، غتضيفوا الطريف ديال الثوم. بالنسبه لدرناها بالحليب كيف ما درت انا هنا، ما بغيتش ندير البيض، ديروا نصف كاس ديال الحليب يحتاج كاس ديال زيت الزيتون او زيت العاديه. دائما ضعف الكميه ديال الحليب، الزيت ضعف الكميه ديال الحليب. نتمنى الفكره تكون واضحه. من بعد ما طحنا والقوام حصلنا على القوام اللي بغينا، كتبقاو تضيفوا الزيت حتى تتحصلوا على القوام اللي بغيتو، اللي جاتكم كيف ما نقولوا خفيفه. من بعد ما طحنتها غادي نضيف ليها وريقات ديال المعدنوس، وغادي نطحن واحد جوج طحنات، وكيبقى اختياري هاد الوريقات ديال المعدنوس كيف ما تقدروا تخلوا عليهم، ماشي مشكل. انا كنضيفهم كيجيو زوينين صراحه. الله الوصفه اللي كناكل انا البلاصه فين كنخرج وكناكلها ما فيهاش الربيع، ولكن انا ضفت ليها الربيع وكتجي زوينه بهذه الطريقه. هذه هي الصلصه ديالنا، غادي نخليوها جانبا وغادي نمروا نحضروا باقي المكونات. المكونات عندنا هي البطاطا، قطعتها على هذا الشكل. الوصفه الاصليه بطاطا مقليه كتقلى، كتقطع على هذا الشكل وكتقلى. انا ما كنقليهاش. حاولت نديرها صحيه ما امكن. ناخذ لاطا وندهنوها بالزيت، انا نسيت هنا راه ما دهنتهاش بالزيت. وغادي نصفي فيها البطاطا اللي عندي ونعاود ندهنها بالزيت من الفوق باش كتجينا محمره ومقرمله، كتجينا زوينه. وغادي ندخلها الفران اللي مشعول من الفوق ومن التحت على 190 حتى 200 درجه. غادي ناخذ مقله وغادي ندير فيها الزيت، ديروا الزيت اللي يناسبكم، زيت الزيتون او الزيت العاديه. وغنضيف ليها 3 المزاود ديال الحار. هاد الوصفه كيجي فيها الحار كتجي زوينه، والناس اللي ما بغاوش يديروه يستغناو عليه. كنضيف الحار، كتسخن ليا الزيت وغنضيف عليها كميه من الثوم تتبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا كتعجبني الثوم كنكثر، ديروا الثومه اللي درتو ماشي مشكل، كتجي زوينه. يلا كتسخن لينا هاد الثوم، كتحيد منا الجهد مع الزيت، وكنضيف عليها القنبه اولا هاد القنبوني الكبار باش ما درتوها كتجي مزيانه. انا مجرباها بهاد القنبه الصغيره اللي كنستعملو او هاد القنبه الكبيره، في كل الحالات كتجي زوينه. نضيف ليها شويه ديال الملح وغادي نقلبهم. كيف ما كتعرفوا القنبه ما كتاخذش بزاف ديال الطياب، عندها تقريبا دقيقه كتكون واجده بسرعه كطيب. وها هي هنايا عندي وجدات، غادي نطفي عليها وغادي ندوز باش نديرها في الطبق ديال التقديم. من بعد ما وجدات ليا بطاطا هي تحمرات لي في الفران، درتها في الطبق ديال التقديم. نضيف عليها شويه ديال الثومه كيف ما كتشوفوا وشويه ديال الزيت. اللي ما بغاش يضيف عليها الزيت ما يضيفهاش، انا كيعجبني نضيف عليها شويه ديال الزيت. هاد العصاره ديال القنبه وديال الثومه كتبقى النسمه ديالها في الزيت.
دابا غادي نمروا باش غادي نضيفوا الصلصه اولا صوص اليولي اللي حضرنا. كتجي واحد الوصفه زوينه زوينه بزاف، واخا نشكر تنعيه، ولكن ملي غتجربوها تعرفوني علاش تنتكلم. من بعد ما كنوضع الكميه ديال الصلصه اللي بغينا، وكنوضعوا عليها القنبه اللي وجدنا من قبل. تيجي واحد المذاق خطير ما بين القنبه وهاد الصلصه الاليولي والبطاطا والثومه، شي حاجه طوب. وهذا هو الشكل النهائي ديال طبق اليوم. نتمنى يعجبكم. لا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من الاشتراك واللايك في القناه. شكرا على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. مرحبا بالناس اللي التحقوا بنا جداد، مرحبا بكم، السلام عليكم. خليت لكم الراحه الى فيديو قادم. السلام عليكم.